تخيل كده طفلة صغيرة عمرها ما يتعداش 9 سنين واقفة قدام كيس شيبسي في السوبر ماركت عادي جدا، وبتقرر بدل ما تشتريه لنفسها تديه لراجل مسن محتاج 5 جنيه، بس قادرة تغير يومه وحياته بطريقة بسيطة جدا. الحركة دي بسيطة لكن نادرة في زماننا ده، الزمن اللي كل واحد فيه شايف نفسه قبل أي حد تاني، والرحمة بقت حاجة شبه الخيال. الطفلة دي مش فاهمة حاجة عن الترند ولا الشهرة، هي مجرد قلب صافي وضمير حي بيخليها تعمل الصح بدون تفكير. هي بتعلمنا إن الإنسانية مش محتاجة قوانين ولا محاكم ولا محاضرات، هي محتاجة قلوب صافية. ولو فعلنا البساطة دي كل يوم كان ممكن الدنيا تكون مختلفة. الفعل اللي هي عملته كان طبيعي، لكن في مجتمعنا أصبح معجزة. الناس كلها اتكلمت عن كيس الشيبسي على السوشيال ميديا وحسوا بالدهشة والإعجاب، بس المفاجأة الحقيقية مش في الإعجاب ولا الترند. المفاجأة الحقيقية إن حاجة عادية زي مساعدة محتاج بقت قصة تستاهل الاهتمام. وده بيورينا قد إيه إحنا فقدنا الرحمة وفقدنا حاجات كتير، والعطاء البسيط أصبح استثناء. الطفلة دي بتمثل البراءة والنقاء الطبيعي اللي ممكن أي طفل يتولد بيه، لكن الكبار فقدوا ده. الشعور بالألفة والعطف تجاه الناس البسيطة اللي حواليهم اختفى، ومع ذلك في أمل. كل اللي محتاجينه هو إننا نفتكر معنى الإنسانية ونعيدها لحياتنا. مش لازم نعمل معجزات كل يوم، بس لازم نعمل أعمال بسيطة بدون انتظار مقابل. ممكن ندي كلمة طيبة، ممكن نساعد جار محتاج، ممكن نشارك حاجة صغيرة مع محتاج. والفعل ده لو عملناه من قلبنا مش هيتحول لترند، لكن هيغير حياة ناس حقيقية أكتر من أي خبر أو مشهد مثير. البراءة مش في السن، البراءة في القلب، والفعل النقي والطاهر الفعل اللي بيجي من غير مصلحة أو حساب. الطفلة دي علمتنا درس ما كانش محتاج كلمات كبيرة أو شروحات طويلة، درس عن الرحمة اللي فقدناها، درس عن الإنسانية اللي غابت عن حياتنا اليومية، درس عن الفعل العادي ممكن يكون أعظم من كل الأخبار العظيمة. كلنا محتاجين نتذكر إن حتى أصغر خطوة من قلب صافي ممكن تكون بداية تغيير كبير. وفي الوقت اللي العالم كله بيتنافس على الشهرة والترندات، الطفلة دي بتثبت لنا إن البراءة والفعل الطبيعي هم أكبر قوة ممكن يمتلكها أي إنسان. لو قدرت تفكر فيها صح هتحس بالصدمة والإعجاب، هنحس بالصدمة والإعجاب مع بعض، وده اللي بيخلي القصة دي تستاهل تتشاف